يوسف صدره واتكلم كلمه يوسف. بإذن الله فرحكم وإن شاء الله معك صاحبي سيد أصحاب. حبيبي الغالي. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري صباح اليوم الأحد إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء المغربية في رحلة مباشرة قادمة من الجزائر على متن طائرة تابعة لشركة الطيران التونسية. عدد من أنصار الخضر تنقلوا خصيصاً إلى المغرب من أجل مساندة المنتخب، وكانوا حاضرين في المطار لاستقبال اللاعبين وتشجيعهم قبل الموعد الكبير. الخضر يواجهون غداً الاثنين منتخب غينيا ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على أرضية ملعب محمد الخامس بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر. أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذين يتصدرون المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة بعد 6 انتصارات وهزيمة واحدة فقط، وكانت أمام غينيا ذهاباً، يدخلون اللقاء بعزيمة كبيرة للثري رياضياً وتحقيق فوز جديد يقربهم أكثر من ضمان بطاقة العبور إلى المونديال. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد آخر حصة تدريبية له على أرضية الملعب، حيث سيقف بيتكوفيتش على التشكيلة الأساسية والخطة الفنية التي سيعتمدها لمواجهة غينيا. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، ما تنساش دير لايك لفيديو واشتراك في قناة ليصلك كل جديد، وبالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري.